المنتخب المغربي تألق وأبدع وأمتع ضد المنتخب الزامبي في الجولة الثالثة من بطولة كأس أفريقيا. اليوم قدم مستوى كبير ظهر بصورة ممتازة من كل عناصر الوطنية. في لقاء اليوم كان أداء الهجومي عالي ورائع، الضغط على حامل الكرة بطريقة ممتازة وفعالة، الكرات والتمريرات بسرعة وبإيقاع عالي جعل المنتخب يفرض أسلوبه وإيقاعه في اللقاء. تحكم في أطوار اللقاء بطريقة ممتازة. كذلك التبديلات التي قام بها والد الركراكي أعطت إضافة قوية للمنتخب المغربي، خصوصا في الشق الهجومي. شاهدنا نائل العناوي كلاعب ارتكاز واحد فقط، وجولوس مرابط على مقاعد البدلاء. إشراك عبد الصمد الزوزولي الذي كان فعال في الرواق الأيسر وقدم مستوى كبير، وقدم تغطية حاسمة لإبراهيم دياز. أيوب الكعبي كالعادة تألق وسجل ثنائية. إبراهيم ممتع وسجل هدف. أناحي أقنع وأبدع. نائل العنوي أكد على أنه يستحق أن يكون أساسي في المركز لاعب ارتكاز. ثنائي قلب دفاع كان في أريحية ولعب مباراة ممتازة، والبناء كان رائع وجيد. المنتخب فاز بأجدر وبأحقية عالية في لقاء اليوم.